بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله خوتي المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. حياكم الله خوتي أبناء الجزائر داخل الجزائر وخارج الجزائر. تحية طيبة لمشاركنا ومشاركينا في قناة لم الشمل ما بين الإخوة المغاربة والجزائريين. وبغينا نتكلموا بصراحة مع مشاركينا ومتابعينا من الإخوة الجزائريين والإخوة المغاربة في قناة الصراحة والوضوح. اليوم تيجونا تعاليق عدة من الإخوة الجزائريين تقولوا لي خويا عبد الجليل حنا نحترموك ونقادروك ونقاضوا الشعب المغربي وحنا خوا تعاليق جميلة. في الأغلب ديال التعاليق من الإخوة الجزائريين جميلة، وعلاقتنا مع الإخوة الجزائريين علاقة جميلة جدا. كاين بعض الجزائريين تيتكلموا تقولوا لي لماذا لا تتكلم على إكس وإيغريك. خوتي أبناء الجزائر اللي تنحترمكم ونقادركم، نحن نعيش في البلدان العربية. احنا ما تنعيشوش في السويد او في الدنمارك او في الولايات المتحده الامريكيه، لان عندنا الحريه المطلقه اننا نتكلموا ونقولوا ما حبينا. ولكن حبذا اننا نهتموا بشؤوننا الداخليه، المغاربه بشؤونهم الداخليه والجزائريين والمصريين، ونطوروا بلداننا. يقولوا عبد الجليل هرب بغى يهرب، ما بغوش يتكلم لينا على هذه الشخصيات المؤثره في مواقع التواصل الاجتماعي. لا لا، انا غادي نبعث برسائل، وهاد الناس هادو اللي نتوما تتكلموا عليهم، بن عمي البروفيسور المحلل السياسي شيخ الطمور، هما عده في مواقع التواصل الاجتماعي، ماشي من المتابعين ديالهم. لان تنشوف له واحد البدايه ديال فيديو اغلب الفيديوهات غير موضوعيين. انا حبذا وهذه رسالتي لهاد الناس انهم يتكلموا على الشأن الداخلي اللي تيهمنا احنا كمغاربه. لاني تنشوف انا وتحليلي البسيط من انسان متواضع بان غير تلهيه للشعوب، لا في عندنا في المغرب لا عندكم في الجزائر، هاد صناع المحتوى تيلاو غير الشعوب على الشأن الداخلي ديالهم. عندما نستفيق ونحن هنا في المغرب وانتم متابعينا خوتنا قبل الجزائر، وتنشوف التعاليق ديالكم في فيديوهات عده في شأننا الداخلي، تنستافقوا على ولاد الفشوش. واش بن عمي تكلم على ولد الفشوش؟ المحلل السياسي تكلم على ولد الفشوش اللي قتل لنا الدكتور بدر، ما تحدثش عليه، ولكن يتحدث على الكابرانات وعلى الجزائر وتلهيتنا في موضوع بعيد كل البعد على الشأن ديالنا احنا اللي تهمنا. اذا نتمنى ان تكون الرساله واضحه، احنا لا نخاف اي انسان. هاد الناس ننتقدهم، هاد الاشياء تنقولوها بكل صراحه عندنا وعندكم. هادو فقط خوتي ابناء الجزائر، والله ثم والله العمل ديالهم هو التلهيه ديالنا على الاشياء اللي تتهمنا احنا كمواطنين مغاربه وانتم كمواطنين جزائريين. تيخلقوا لنا واحد الصراع من لا شيء باش دائما ندخلوا في سب وشتم. نحن الشعوب، هاد الناس الذين يصطادون في المعاكر، واقولها بكل صراحه هنا وهناك، وحتى الكثيرين ملوا هذاك الخطاب كابرانات الجزائر. هذه حنا ولينا اليوم كما قلت نستفيق على ولاد الفشوش. حنا ولينا اليوم نتخوفوا من هاد ولاد الفشوش، وهذا الشيء اللي تيوقع. نتوما عرفتوا جريمه القتل البشعه اللي يعني ولات قضيه راي عام عربي ودولي، مقتل الشاب بدر. ما تكلموش عليه هاد الناس، ما حللوهاش، ما عطاوهاش واحد القيمه. لاننا نحن في الاول وفي الاخر تيهمنا غير الشان الداخلي ديال بلادنا، وبغينا نطوروا بلادنا وبغينا بلادنا تزيد لقدام. كما الجزائريين تا هما تيخافوا على بلادهم، بغاو يطوروا بلادهم. ولكن حنا هادشي اللي ولينا نشوفوه، هاد ولاد الشوش وهاد الجرائم. السيد داير جريمه في 2018، عاود داير جريمه اخرى، قضيه تهامي بناني، قضايا عده ديال هاد ولاد الشوش، اشياء عده. حنا كمغاربه اليوم خوتي الجزائريين، انا اكون بكل صراحه، انا نظر على نفسي ان الشان الداخلي هو اهم لي الناس. واحد انسان بحال المهداوي ولا بحال اللي يتكلموا على الشان الداخلي افضل لي من واحد بن عمي اتي خربق الاخر محلل سياسي لا علاقه له بالتحليل السياسي، هاتي خربق هاتي يرون مع واحد مسمي راسو بروفيسور، تيدير عناوين يسترزق من خلال عناوين، تدخل المحتوى تلقاه لا شيء. يعني بكل صراحه عيب علينا، لان هاد الناس هادو يعزز اللسان عن النطق بكل صراحه. رفعوا معنا شويه المستوى
خوتي في هذا من نرفعوا المستوى حنا كشعب مغربي وكشعب، لان هاد الناس هادو عيب وحشومه انهم يلعبوا بينا، راه عيب وحشومه انهم يلعبوا بينا ويلهيونا الاشياء اللي تتهمنا احنا كشعوب. هذه رساله خصها بغيتها تكون واضحه، لاننا نعاني، لان راه من الصعب انك تقول الحق، راه من الصعب انك تقول الحق. راه في بلداننا العربيه اللي تيقول الحق راه يرجعوا حمق، لانه اللي تيتكلم على الكرامه تيرجعوا حمق، اللي تيتكلم على الحريه تيرجعوا، لانه ما تيقدرش الكرامه، ما تيفهمش هي الحريه. الانسان في شعوب في بلداننا العربيه اللي تيتكلم وباغي التغيير، راه من الصعب انه يعيش في بلداننا العربيه. راه لا قدر انه وصل الضفه الاخرى يرتاح بكل صراحه، يرتاح نفسيا، لانه مدمر. حتى داك الانسان تتناضل عليه من اجل الحريه والكرامه ما فاهمكش، هو ما فاهمكش، ماشي بحال الاجنبي تدو معاه بعينك تيفهمك. هذا واخا تضل تهضر معاه على الحريه وعلى الكرامه وعلى العداله الاجتماعيه واشياء وتوعيه وتبحث دائما على، او من خلال هذه القناه ديالنا حنا دائما تنتكلموا على لم الشمل ما بين الاخوان المغاربه والجزائريين، وما كاين والو. واحد يقول لك انت مال هذاك قال هذاك الاخر، ما راه هاد الناس راه غير تيضحكوا علينا، راه غير تيلاهونا على الاشياء اللي هي تفيدنا حنا كشعوب. والله ثم والله ثم والله راه تيضحكوا علينا. انا نصنتش لهذاك، انا نصنت لواحد تيدير السخريه ابن عمي بطريقه ما تيقول والو، ما تيقول والو. هضرت شكون هو ولا المحلل السياسي داك لا علاقه له بالتحليل السياسي. عيب وحشوم انه يكون كاع استاذ. راه الناس ولا نتوما عندكم ناس واش الانسان صحفي تيقول كلام الخايب، تيقول كلام ساقط بلا ما نجبدوا اسمه باش ما نجرحوش الشعور ديال خوتنا ابناء الجزائر. كاين واش الانسان صحفي تيسب تيخسر الهضره؟ عيب وحشومه اننا حنا كشعوب اليوم ولينا اضحوكه ديال هاد الناس هادو بكل صراحه تيلاهيونا. ولكن الشان الداخلي اللي خصهم هاد الناس كمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي يتكلموا عليه، ما يتكلموش عليه، ما تيتكلموش عليه، تيتكلموا على اشياء اخرى ما تتفيدناش. انا بالنسبه لي انايا تقول لي الكبراني ما غادي تفيدني والو انايا، ولكن باش تكلم لي على التهامي بناني، قضيه التهامي بناني، او تكلم لي على قضيه بدر، وتكلم لي على الظاهره ديال ولاد الفوش غتفيدنا، لان حنا تنشوفوا مشاكل كبيره وكبيره وكبيره تنعيشوها مع ولاد الفشوش. تنشوفوا مشاكل عندنا في الصحه، مشاكل في التعليم، مشاكل في اشياء تفيدنا نتوما كمؤثرين. زيدوا الامام وتكلموا لنا هذه الاشياء. اجداني انايا نضارب انا مع كابرانات كراغيله، ما شنو غيفيدنا حنا كشعب مغربي؟ وشنو غيفيدكم نتوما كجزائريين ان بعض الناس انهم يتهجموا علينا؟ شنو غيفيدكم خوتي ابناء الجزائر؟ والله ثم والله راه قلت لكم بكل صراحه، الانسان اللي هو واعي وانسان اللي عنده واحد الثقافه يعاني في بلداننا العربيه، راه يعاني في بلداننا العربيه. حنا ما نبغوش نحكمكم على تجربتنا النضاليه، تجربتنا راه ما يمكنش. خاصنا يومين باش نتكلموا. راه حنا نعاني في صمت، راه ما يمكنش الاشياء نكونوا حنا مامنين بها نقولوها. حنا ما تنعيشوش في السويد او في الدنمارك او في الولايات المتحده، فهمونا الاخوان الله يجزيكم بخير. هذه رساله من انسان ضعيف اقول لكم خوتنا ابناء الجزائر، خوتنا المغرب، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. هاد الناس راه تيضحكوا علينا، هاد الناس راه تيضحكوا علينا في مواقع التواصل الاجتماعي. لا بن عمي، لا بن خالي، لا البروفيسور، لا شيخ طومور، راه اللي عندكم اللي عندنا، راه التلهيه فقط خوتي. راه الانسان، انا رساله اليوم تكلموا على شاننا، كل انسان يتكلم على شانه الداخلي ويزيد يطور بلاده. اما باش ندخلوا في سب وشتم ولينا اضحوكه في العالم. الجزائريين والمغاربه دائما مسابين في مواقع التواصل الاجتماعي السب والشتم. اخوتي ابناء الجزائر، رساله لكم الله يرحم لكم الوالدين. واش هاد الناس انا كمغربي وما نتابعش انا بن عمي، ما نعرفوش بن عمي، ما نعرفش. عرفت بن عمي وهاد الناس من خلالكم نتوما، والله ما نعرفهم، ما كنتش نعرفهم، ما نعرفهمش. حميد المهداوي نعرفه بحكم انه دوز السجن 3 سنين وراه انسان، ولكن هاد بن عمي انا ما نعرفوش. انا هاد المحلل السياسي ما تنعرفوش، انا عرفتوها من خلالكم. او هاد الناس اللي تتكلموا عليهم والله ثم والله ما تنعرفهم. نعرفوا الناس، نعرفوا هاد المهداوي، نعرفوه المهداوي، ولكن هاد الناس ما نعرفهمش. ولكن بكم نتوما تشهروا، بكم نتوما خوتي ابناء الجزائر تعرفوا. اذا كذلك واش انا تنعرف مصطفى بونيف او سعيد بن سديره او الناس هادو؟ ولكن نتوما كشعب جزائري واعي، وحنا كشعوب خاصنا نناضلوا على الاشياء الداخليه اللي تتهمنا.
ولا لقينا ما نخيطوا نزيدوا من قدام نزيدوا. وحنا راه ما يمكنش نقولوا الكل ما نبقاش نقولوا حنا تنعيشوا في السويد او في الدنمارك او في الولايات المتحده الامريكيه عندنا الحريه ديال التعبير المطلقه. نحن نعيش في بلداننا العربيه. ما تزايدوش عليا وما نزايدش عليكم خوتي ابناء الجزائر. اذا الامور واضحه خوتي، هذه رساله واضحه خويا. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. كاين اللي غيعجبو كلامي، كاين اللي ما غيعجبوش كلامي، ولكن من نسمحوش لهاد الناس انه يديروا بينا التلهيه الى هنا في اشياء ما غاديش تفيدنا لا كشعب مغربي ولا كشعب جزائري. تحيه نضاليه.